السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أظن انتوا عرفتوا احنا هنعمل ايه دلوقتي. هنعمل أسرع كيكة وأحلى كيكة تاكلوها في حياتكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو هنصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وتحطوا اللايك الجميل بتاعكم وكومنت حلو. عملت ايه؟ أول ما جيت كده حطيت رشة ملح بسيطة بسيطة أوي، وبعد كده جبت 4 بيضات وهنعمل 4 كوبايات دقيق. ركزوا في المكونات، ولو مشيتوا عليها صح هتطلعوا احلى كيكة واقتصادية وحلوة، وفي نفس الوقت هتدفي بيتك ساعة ما تولعي فرن البوتاجاز. صلى على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاة والسلام. حطينا رشة الملح وحطيت 4 بيضات وحطيت ازازة من الفانيليا. لو عندك فانيليا سايلة تمشي خلاص. طبعا المكونات كده علشان تعرفوا تعملوها. احنا دلوقتي 4 كوبايات دقيق هياخدوا معايا المكونات دي. كل كوباية دقيق بتاخد بيضة. لو انت عايزة كل ما تقللي حاجة تقللي قبالها. وهتحطي 2 كوباية سكر. كل كوباية دقيق بتاخد نص كوباية سكر. خلي بالك انا بقولك ايه، عشان لو انت حابة تعملي كوبايتين تحط كوباية سكر، لو انت حابة تعملي كوباية واحدة تحط نص كوباية سكر. ومعانا كوباية سمنة على زيت. لو مفيش عندي سمنة حط زيت بس. املي كوباية زيت. لو انت حطيت كوبايتين دقيق نص كوباية الزيت. خلاص يبقى كده مكوناتنا كلها سهلة وبسيطة في مطبخنا. وتخلي البيض بتاعك بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونش في التلاجة وتطلعيه عشان هيفسد لك الكيكة لو من التلاجة. اي حاجة ما تضيفهاش من التلاجة. واللبن بتاعك يكون مغلي ودافي، يعني لا يكون سايب في التلاجة ولا يكون مغلي، يبقى دافي زي دمع العين كده. هنحط كوبايتين دقيق، كوبايتين سكر، وزيهم كوبايتين لبن نفس المج بعمل بيه. هتحطي معلقة خل. خلاص قدامك اهو. مكونات سهلة وبسيطة، ما فيهاش اي تعقدات ولا هي غالية ولا اي حاجة، اقتصادية ومن مطبخك وحلو. طب كوبايتين الدقيق بعد النص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق وهتضيفي عليهم حاجتك اللي انا قلتها، عبارة عن 4 بيضات، كوبايتين سكر، كوبايتين زيهم لبن، كوباية سمنة على زيت، وهنحط عليهم باكت فانيليا، وزيهم رشة ملح بسيطة، معلقة خل صغيرة، معلقة خل كمية كبيرة. وعلى كده هنجيب المكونات بعد ما ضربناها في الخلاط ضربة زي الفل. بعد كده حبايبي انا نخلط الدقيق بالبيكنج باودر. كيس بيكنج باودر مرة واحدة. فقلنا ايه، نقلب كيس البيكنج باودر زي ما انتوا شايفيني بعمل اهو. وهنخل الدقيق كمان مرة. نخل الدقيق هنا بيساعدنا ان هو يعني ايه تحصل على نظافته لو في اي حاجة، وفي نفس الوقت بتدخلي في انسجته هوا كده. يعني هو في الحالتين نخله حلو. هو تعملي اي حاجة بالدقيق انخليه. ما تقوليش لازم دقيق كيكة يتنخل، مش لازم، بس احنا للنظافة واللي تعرفوا ان انت حاجتك نظيفة انخليه. الدقيق طبعا حبايبي انتوا عارفين لو نوع مركون او حاجة بيبقى ايه مش كويس. قلبي بقى حبة بحبة زي ما انت شايفة. هو المكونات صح، يعني انت لو مشيت على المكونات اللي انا بقولها دي صح الصح، بس في دقيق بيبقى يحتاج سوائل اكتر ودقيق ما بيحتاجش. طب انا لو احتجت بقى هنا مثلا سوائل وحطيت له 4 كوبايات زي ما انت قلتيلي، زودي حبة لبن. ما عندكيش لبن يكونوا حبة مية مغليين، مية من الحنفية عادية مغلية ودافية، ما تكونش يعني مغلية اوي. وكملي برضو ما يجراش اي حاجة. يبقى فيه اسهل من كده كيكة اقتصادية وحلوة وتدفي اولادك في البرد. انا قاعدة ما عملتش فيديوهات النهاردة، فقلت اعمل ايه، نعمل حاجة اقتصادية لاولادنا. كان غدانا بسيط خالص وعادي، عاملة معاكم كتير. يعني طول الاسبوع حبايبي انت بتشكلي، يعني انت مثلا عملت حاجة لاولادك اتغدوا بيها، وعايزة تعملي حاجة تفرحون بقى في العشاء. كيكاية زي دي مش والله مكلفة ولا اي حاجة، جميلة وزي الفل. شوفوا لونها ابيض ومفتح وزي العسل ازاي. تعالوا بقى نجيب صينية وندهنها دهن الزيت بسيطة، وقلبنا المكونات بتاعتنا زي الفل زي ما انتوا شايفين اهو. والمعلقة اللي طلعت السيليكون دي عسل، بتلم لمي اوعي تسيبي اي حاجة خسارة.
اوعي تسيبي اي حاجة. تعالوا بقى ايه نخبط الصينية خبطتين زي ما انت شايفة قدامك كده. فرننا والع نص ساعة وطلعت بالشكل ده. يعني اهم حاجة الفرن البوتاجاز بتاعك يبقى والع من تحت. لو لقيتها حسيت ان هي احمرت من تحت ومن فوق يعني وشها ما يعجبكش، ولا على ثواني وانت واقفة ما تسيبهاش لانه الوش بيحمر في ساعتها. انا بوصف لك الوقت. صلى على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاة والسلام. مع كوباية شاي بلبن، مع كوباية شاي. بصي هياخدوها رايحين المدرسة، هيفطروا بيها، هيتعشوا بيها، في تلك الأحوال حلوة. يعني بصي صينية كيكة اقتصادية وحلوة، وفي نفس الوقت مش مكلفة، مخدتش معاك أي وقت في المطبخ، ما هتكمليش حاجة، هتقعد معاكي بس نص ساعة في البوتاجاز وهتطلع معاكي. يعني كل الوقت بتاعها ما ياخدش معاكي ساعة، لا ما تاخدش ساعة، عمرها ما واخدة معاكي ساعة. قولوا ربع ساعة تجهيزة، نص ساعة في فرن البوتاجاز، 3/4 ساعة، طلعت معاكي فل اهو. والله العظيم ريحتها وطعمها تحفة، ما شاء الله. حابة انت تزينها بأي حاجة براحتك، دي كيكة ما فيهاش أي حاجة، تقدري تزيني فيها زي ما انت عايزة. شوفوا بقى، محدش هيقطع لك الكيكة وسخن كده زي ما انا بعمل كده. طلع من الفرن اهو، انتوا شايفين البخار اللي طلع منها. يعني كل اللي بيشتغل في الكيك ده بسيبه يهدى ويبرد ويبات عشان يقدر ان هو يوريلك. شوف انا بقى اهو. طب اقلبي بقى كده ورينا. الله، شم ريحتها وشكلها وطعمها تحفة. بيتها بقى تلاقيها، شوفوا الله انا بضغط عليها شوفوا ازاي، لو ولا معجنة ولا اي حاجة، شكلها زي الفل. مكونات سهلة وبسيطة. واللي وصل معايا لحد كده ما ينسانيش في اللايك والشير وفعل الجرس والحاجات الجميلة دي بالله عليكم. لو تستاهل اللايك ما تنسوش اللايك. شوفوا بقى، انا احلى عشاء احلى فطار لولادكم رايحين المدارس. وادعيلي والله والله مكونات لو مشيت عليها هتطلعي احلى كيكه من مطبخك. لو عندك ضيف وقاعد معاكي بره مسافه ربع ساعه وتسيبيه وترجعي له شويه، هتطلعي له احلى كيكه من المطبخ. ادعوا لي حبايبي كده، متنسوش اللايك ليا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بترككم في رعايه الله. ما تنسوش الاشتراك في القناه يا حبايبي، بحبكم في الله. واتمنى تكون الفيديوهات بتاعتي سهلة وبسيطة وبتعجبكم. واللي وصل معايا لحد كده اوعي ينسانا في اللايك والشير وفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من مطبخ فتحية فيد. واتمنى تكون الفيديوهات سهلة وبسيطة يا حبايبي، واترككم في رعاية الله.